زي ما عملنا قبل كده القلقاس الفطاري هنعمله النهارده الصيامي. طبعا اللي فات كان اغمق من كده. هنقول برضو ليه ده فاتح والتاني كان غامق. اول حاجه بنجيب القلقاس وبنغسله كويس وبنتاكد ازاي ان هو حلو. بتكون البذور بتاعته ظاهره وكمان الخط بينك زي ما احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو ده. طيب احنا بنغسله ليه من بالليل للصبح علشان ما نقعهوش، وكمان اطلع منه الماده اللزجه وهو زي ما هو سليم. زي ما احنا شايفين دي المادة اللزجة اللي احنا بناخد فيها وقت طويل في الغسيل وفي النقع الملح. فانا مش هعمل كل ده وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنشوف دلوقتي هنجيب دلوقتي الخضره. بصوا انا خدت بس كام واحده كده من اللي انا طلعته وريته لكم. دي الكزبره بعد ما شلت منها العروق كلها. وده بقى السلق برضو بنشيل كل العروق زي ما هنشوف دلوقتي بنشيله. مش بنخلي منه خالص علشان لما هنحطه دلوقتي على النار بشويه من الزيت هيبقى افضل من ان احنا لو خلينا العروق دي مش بسهوله ان هي هتتعامل معانا. تمام. وبعد كده دلوقتي بقى بنغسل الخضره دي كويس جدا وبنحطها في مصفى تتصفى. في الوقت دوّة هنجيب القلقاس الناشف معانا، ولازم طبعًا الحاجة اللي إحنا هنقطّع عليها والسكينة اللي هنقطّع بيها لازم تكون ناشفة جدًا، وإيدينا كمان تكون ناشفة. بنقطّعها بقى خلاص زي البطاطس وبنقشّرها، وبعد كده بنعملها المكعبات. طبعًا المكعبات تكون لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام. وبعد كده بقى في الوقت اللي أنا باقطّع فيه أنا جايبة مَيّة في حلة وحاطاها على النار. مش هاحط فيها أي توابل خالص. بعد ما خلّصت هي بس هاحط فيها حوالي ربع كوباية من الخل. القلقاس دوّة 2 كيلو ونص. يعني ال2 كيلو ونص من القلقاس بتحطي فيهم ربع كوباية صغيرة من الخل في المَيّة دي. وبعد كده طول ما أنتِ واقفة بتلاقي ريمة زي ما أنتِ شايفاها كده بتطلع. أنتِ بتشيلي الريمة دي خالص. في الآخر بتبُصّي كده طبعًا ما ينفعش إن أنتِ تخلّيه يستوي على الآخر. إحنا مش بنسويه، بس في نفس الوقت هتلاقيه متماسك جدًا، خلّي بالِك. وبعد كده بتصفّيه في المصفى. عايزة بس بمَيّة سخنة تحطيها شوية في الكاتل وتقلبيها ماشي، مش عايزة أنا مش باعمل كده. وزي ما شُفنا الشوربة صافية وجميلة وخفّة جدًا. طبعًا جبنا الزيت وحطينا دلوقتي السلق، وحطينا بعد ما حطينا شوية السلق حطينا الكزبرة من غير تومة ولا أي حاجة. وبعد كده على طول أول ما لقيناها خرفشت معانا بس بنوطّي النار جامد جدًا وشُفنا اللون بتاعها. تمام. وكده خلاص سِبناها تبرد وهنحطها دلوقتي في الكبة. بعد ما نحط السلق في الكبة إحنا عادي جدًا ممكن مش لازم إن هي تبرد عشان تحطيها في الكبة. تمام. بس أنا خلّيتها لحد بس ما كيّست شوية من القلقاس. زي ما أنتِ شايفة كده القلقاس متماسك جدًا، وهتحطيه في الفريزر وتطلّعيه على طول تحطيه في الشوربة أو في المَيّة على حسب ما أنتِ عايزة. والسلق برضه نفس الحكاية. مجرد ما تطلّعيه من الفريزر هتلاقي نفسِك الحاجة سهلة معاكِ جدًا. بتفرميها ما بتاخدش وقت خالص في الفرم. هي لازم تكون غامقة كده علشان تطلّعي قلقاس حلو لازم تكون غامقة. طيب ليه القلقاس دوّة فاتح والفطار اللي إحنا عاملينه غامق؟ الفرق السمنة. الزيت ما بيخلّيش القلقاس مهما بنحط من السلق بيكون غامق زي القلقاس اللي هو الفطاري. إحنا دلوقتي بقى هنسوي القلقاس ونشوفه مع بعض. جبنا مَيّة وجبنا كمان بعد ما غليت جبنا حطينا مرقة خضروات. وبعد كده حطينا معلقة صغيرة من الملح وزيّها برضه فلفل أسمر وكمان بهارات لحمة حتة صغيرة خالص ودي طبعًا بتكون اختياري. أول ما المَيّة غليت على طول حطيت كمان معلقة كبيرة من مَيّة البصل. بس أنا بصراحة كانت الكاميرا مفصولة عندي ما خدتش بالي فما شُفتهاش. تمام. وهي غلوة واحدة بس مش محتاجة إن أنا أغلف المَيّة. وحطيت على طول القلقاس. القلقاس زي ما إحنا شايفين متماسك معايا وكمان لونه فاتح جدًا ومش غامق. عشان في قلقاس بيكون شكله غامق، لأ ده فاتح و زي ما إحنا شايفين كده ومتماسك. وطبعًا لازم تخلّي بالِك من القلقاس ممكن ياخد منِّك وقت وممكن كمان ما ياخدش منِّك وقت خالص. فخلّيكِ واقفة عنده ما تسيبيهوش عشان بصراحة الأكل لمّا بيتهرى بيكون شكله وطعمه مش حلو. أنا دلوقتي حطيت السلق اللي إحنا كنا عاملينه تمام. وبُصّوا متماسك معايا وحلو خالص. كده خلاص هاطفّي عليه وأغطّيه. وهاجيب دلوقتي التومة. هنحط معلقتين من الزيت وهنحط كمان معلقة كبيرة من التوم. وكده أول ما هتصفّر معايا هاحطها على طول في حلة القلقاس. وبكده خلاص خلصت وصفتنا. وزي ما إحنا هنشوف دلوقتي الشوربة بتاعتها حلوة جدًا وخفيفة جدًا. وبجد الطعم حلو جدًا. والباقي حطيته في الفريزر لأي وقت تاني. وبكده خلصت وصفتنا ويا رب تكون عجبتكم ونكون استفدنا. وأتمنى إن إحنا نشترك في القناة.